بسم الله الرحمن الرحيم. بيان إلى الجهات المعنية والرأي العام. نحن كأهالي المنطقة الشمالية من العشائر ووجهاء المنطقة ندلي بيان إلى جميع الجهات المعنية على بعض من التصرفات الغير المقبولة والمرفوضة من قبلنا، والتي هي وضع الأسلاك الشائكة في خط الدفاع الثاني من قبل قوات الجيش. إن سبب رفضنا لهذه الأسلاك تتمحور حول بعض النقاط الآتية. إننا كشعب موجودين في هذه المنطقة من الشعب الأيزيدي منذ أمد بعيد، نعيش على التعاون فيما بيننا، وكان هذا النسيج الاجتماعي الموجود إلى حد الآن الموجود لا أحد بإمكانها تفكيكه، حتى إن المنظمة الإرهابية داعش حاولت بأن تحطم هذه العلاقات، ولكنها لم تفلح بهذا الأمر، لأن العلاقات المبينة على أساس الإخوة فيما بيننا شعوب العراق من طيافها ومكوناتها وأديانها ومذاهبها ليست سطحية وليست بسيطة لكي تنهار بسرعة ويتكون العداوات فيما بينهم. إن أهداف وغايات جميع العراقيين الشرفاء تتمحور في بناء المنطقة وازدهارها، من جانب التنمية الاقتصادية والإصلاح ووضع المعيشي، وأيضا رفع مستوى الكفاءات في التعليم والتربية، ولكي نستطيع تقديم المساندة للقوات الأمنية من الجيش والحشد للحفاظ على الأمان والاستقرار. إنما في الحقيقة بغاية الحفاظ على المنطقة وأخذ التدابير الأمنية، إن يتم وضع الأسلاك الشائكة لفصل المجتمعات عن بعضها البعض، فهذا الأمر غير مقبول على الإطلاق. إننا نعيش في العراق ولسنا في دولة أخرى، لا نقبل بوضع حدود ثانية فيما بين المنطقة. إننا نؤكد للجميع بأن هذا التصرف ليست من تصرفات التنفيذ للمنطقة، إلا بل هي تصرفات تأزم للمنطقة، بدلا من أن يتم تطوير ووضع المعيشي وفتح جامعات وكليات والمدارس المهنية وتشجيع الشباب والشابات في الدراسة وتهيئة لهم فرصة الإمكانيات، لكي نبني جيلا متعلما متفقا يستطيع أن يحافظ على كل ما هو تابع لهذه الجغرافية من تاريخ وحضارة وثروات أثرية وعادة أمجاد الآباء والأجداد، كما مكان حضورنا في التاريخ حيث كان منبعا للإنسانية ومهدا للحضارات. ولكن مع الأسف اليوم أصبحنا نغلق فيما بيننا الأبواب، تخوفا من القتل والاضطهاد والتشرد والهجرة والإبادة. في الحقيقة يكفي لنا التهجير والتشرد، نريد الاستقرار والأمان، نريد حياة كريمة. إن هذه الأسلاك سوف تعيق نميط الحياة بالتحرك في المنطقة لأصحاب الأقنام والمواشي، وأيضا بالاستفادة من الماء الصالح للشرب، وأيضا للذهاب والإياب ما بين المنطقة الجنوبية والشمالية في سنجار. وأيضا في تمرير هذه الأسلاك سوف تقسم الأراضي الزراعية للشعب. لهذا نرجو من الجهات الأمنية إعادة النظر في هذه الخطة والنظر ماليا به وفي طريقة الحماية، حيث سوف يتكون السلبيات أكثر من الإيجابيات للمصلحة الخدمية في المنطقة. مرة أخرى باسم وجهاء المنطقة والعشائر نرجو من القوات الأمنية عدم وضع هذا المشروع قيد التنفيذ، لأننا نرفضها، والنظر إلى الشعب ومطالب الشعب بروح الوطنية والمساعدة الإنسانية، وأن تأخذ مسائل الأمنية في إطار التعاون مع أهل المنطقة الشرفاء والمخلصين من الأيزيديين والعرب، لكي نحافظ على التماسك والتلاحم الاجتماعي، لأن هذا الوطن هو ملك للجميع، وواجب الجميع الحفاظ عليه وحمايته من المحرضين ومن المتعددين على حرمته والمعتدين على حرمتها وعلى ترابها. إن العراق هي ملك الجميع، ملكا لجميع العراقيين، وحماية وحدتها وهو واجب للجميع. تحيا وحدات الشعوب في هذا الوطن العربي، وشكرا.